السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رمضان، اللي بنتقابل فيه كل يوم الساعة 1 الظهر من راديو انطلاقة. معاكم دكتورة غادة عليوة، صيدلي كلينيكي وأم وصانعة محتوى طبي. النهاردة هنتكلم عن مريض السكر، امتى الصيام يكون خطر عليه، وامتى ينفع يصوم بأمان، وإيه الحاجات اللي لازم يعملها علشان يصوم بدون ما يواجه أي مشاكل. عندنا أول نوع من مرض السكر هو الديابيتس تايب 1 أو السكر من النوع الأول. ده فيه البنكرياس ما بيفرزش أي أنسولين، ولازم الأنسولين يتاخد من بره عن طريق الحقن. في النوع ده لازم المريض ياخد الأنسولين بشكل منتظم خلال اليوم، يعني لازم الأنسولين يكون موجود في جسمنا خلال 24 ساعة، سواء كلت أو ما كلتش تاخد أنسولينك. ما تقولش اصل ما اكلتش فهفوت الجرعة او اقللها، او اصل ما اتعشتش فهنام من غير ما اخدها، او ان انا اكلت حلويات فهزود الجرعة. ده كله غلط. ليه؟ هعرفك ليه لما افهمك دور الانسولين ببساطة، وايه اللي بيحصل للسكر في جسمك بالظبط. عايزة اقول معلومة بس صغيرة، ان السكر اللي في جسمك مش بس هو السكر اللي بتاخده من الحلويات او السكر اللي موجود في العصاير، لا، ده كمان النشويات اللي بتاكلها زي الرز والمكرونة والبطاطس وغيره. واي اكل بتاكله بيتحلل ويتحول لجسمك لسكريات، لكن النشويات هي الجزء الاكبر كمصدر للسكر. تعال اقولك بقى ايه اللي بيحصل لما بتاكل، وقلت الكلام ده في الحلقة بتاعة مريض الكبد، بس يلا هنقوله تاني. لما بناكل والأكل بيدخل لجسمنا وبيتحلل بيتحول لسكر اللي هو الجلوكوز. عشان الجلوكوز ده يدخل لخلايا الجسم بتاعنا والجسم يشتغل لازم له انسولين. الانسولين بيطلع من البنكرياس وبياخد الجلوكوز يدخله لخلايا الجسم. طيب، لو كل الخلايا خدت جلوكوز ولسه فيه جلوكوز كمان، بيجي الانسولين ويقول للكبد خد الجلوكوز ده عندك وحوله لجلايكوجين وتخزنه عندك يا كبد لحد ما احتاجه. وكمان بيروح يخزن السكر في الدهون بتاعة الجسم. طيب، وقت الراحة زي بين الوجبات وبنتحرك او بنشتغل، جسمك محتاج طاقة، يعني محتاج جلوكوز. حتى كمان وقت النوم، خلايا المخ وخلايا القلب وخلايا الرئتين وخلايا الجسم محتاجة جلوكوز عشان يشتغلوا. طيب، هيجيبوا الجلوكوز منين؟ هنا بقى بيطلع هرمون تاني من البنكرياس برضو اسمه الجلوكاجون، بيروح للكبد ويقوله طلع الجلايكوجين اللي عندك وحوله لجلوكوز، ويروح على الدهون ويكسر منها ويطلع الجلوكوز. وكمان بيحفز تكون الجلوكوز من الأحماض الأمينية في عملية اسمها جلايكونيوجينيسيس. طب حلو قوي كده، طلع لنا جلوكوز عشان الخلايا تشتغل. طب مين اللي بيدخل الجلوكوز للخلايا؟ قلنا الانسولين. عشان كده قلنا ان الانسولين لازم يكون موجود طول الوقت في الجسم، مش مجرد بس بعد الاكلات. عشان كده الانسولين اللي بياخده معظم المرضى بيكون ميكس من نوعين: انسولين بيشتغل بسرعة لفترة قصيرة عشان يقلل السكر بعد الوجبات على طول، والتاني بيشتغل لبطء لفترة طويلة. وبكده نقدر نقول ان الجلوكاجون والانسولين شغالين مع بعض، واحد بيقل التاني بيزيد عشان يحافظوا على مستوى السكر في الدم. تخيل بقى ما تعشتش وقلت مش واخد الجرعة او قللت الجرعة كتير، هتتفاجئ ان السكر عالي، وهتقول والله ده انا ما اكلت حتى. طب ما هو حضرتك ما اخدتش الانسولين، فالجلوكاجون طلع وطلع لدمك جلوكوز، وما كانش فيه انسولين ياخده من دمك يدخله الخلايا، فالسكر عالي في دمك وتعبك. طيب، ده أول نوع من أنواع مرض السكر. طيب، مرضى السكر من النوع التاني بيحصل في جسمهم ايه؟ وبكده امتى مريض السكر يقدر يصوم أو هيعمل ايه في الصيام؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. مش هتأخر عليكم. ما تنسوش انكم تقدروا تتواصلوا معايا وتبعتولي أسئلتكم على كومنتات صفحة راديو انطلاقة. هنطلع فاصل قصير ونرجع على طول.
أهلا بكم مستمعينا من جديد، معاكم دكتورة غادة عليوة. اتكلمنا قبل الفاصل عن النوع الأول من مرض السكر، وإيه اللي بيحصل في جسمنا بالظبط، وإيه دور الأنسولين، وليه لازم الأنسولين يكون موجود في جسمنا 24 ساعة. دلوقتي هنتكلم عن مرضى السكر من النوع التاني. المرضى هنا بيتفرز لهم أنسولين، بس ممكن يكون بكميات قليلة أو عندهم مقاومة للأنسولين، يعني خلايا الجسم والكبد ما بيستجيبوش كويس للأنسولين. وفي النوع ده الأساس في العلاج بيكون بأسلوب الحياة، يعني تنظيم الأكل ولعب الرياضة حتى لو المشي. ولو ما قدرش المريض إنه يسيطر على السكر بأسلوب الحياة أو ما كانش ده كافي، فهنا المرضى بياخدوا أدوية تزود من حساسية الخلايا للأنسولين، يعني تقلل المقاومة ليه، أو كمان بياخدوا أدوية تحفز البنكرياس إنه يفرز أنسولين أكتر، أو كمان بياخدوا أدوية تقلل تكسير وخروج الجلوكوز من الكبد. وأوقات بيبقى الدواء بتاعهم ميكس من الحاجات دي كلها. ولو فضل برضو السكر عالي في جسمهم والموضوع بايظ جدا ومفيش كنترول، بيضطر الدكتور إنه يوصف لهم كمان أنسولين. كمان عندنا سكر الحمل، وده بيبقى العلاج بتاعه أنسولين. يبقى المفروض إن احنا نظبط أكلنا ونعمل رياضة حتى لو المشي، ناخد جرعاتنا وأدويتنا في مواعيدها، ما نلخبطش فيها بمزاجنا، وكمان لازم ناخد فيتاميناتنا عشان تقينا من الأعراض الجانبية للسكر. طيب دلوقتي واحنا بدأنا صيام نعمل ايه؟ أول حاجة لازم نروح نحلل سكر صايم وفاطر وسكر تراكمي، عشان نعرف آخر 3 شهور عندنا كان السكر في المعقول ولا كنا مبوظين الدنيا. ولازم ناخد التحاليل دي ونطلع بيها على دكتور الباطنة اللي المفروض متابعين معاه. لو مش متابعين نبدأ نتابع، عشان العلاج مش مجرد انسولين او اقراص، لان السكر بيأثر على كل عضو وكل خلية في الجسم حتى العين. فالدكتور هيشوف تحاليلك ويظبط لك على اساسها جرعات الانسولين او الاقراص ومواعيدها، ويديك فيتامين B12 في الغالب لو بتشتكي من خدلان في الاطراف او عندك اي عرض تاني هيوصف لك علاجه. وبالنسبة للحامل وعندها السكر، فربنا أصلا مديكي رخصة الإفطار إذا كنتي حامل، وهيبقى في مشاكل عليكي أو على الجنين، فمع وجود السكر كمان أعتقد إن الرخصة هنا أكبر بكتير، وتقدري تحددي ده مع الدكتور. تاني حاجة عاوزاكم تعملوها في الشهر الفضيل إننا نحاسب شوية في أكلنا، ما نبقاش صايمين طول اليوم ونيجي نفطر بقى ونشتغل حلويات وعصاير وفواكه ونقول بنعوض اليوم. بالله عليكم بلاش. زمان وانا في الصيدلية كان بيجي كل يوم ناس سكرهم 450 و500، فعايزاكم وقت الفطار ناخد جرعتنا ونفطر باعتدال. نفطر على 3 تمرات ونشرب مية على 3 مرات، ما نشربش بشراهة عشان معدتنا ما تتعبناش، ونقوم نصلي المغرب كده، وبعدها بقى نرجع ناخد سوائل زي الشوربة ولسان العصفور، وناكل خضار كويس، ونقلل النشويات. بلاش بقى نديها محشي ورقاق وفتة وممبار وكل ده في يوم واحد. لا لا لا، بالراحة شوية، نوع واحد في اليوم كفاية قوي والحمد لله. وياريت منكترش عصاير، العصير يكون طبيعي ومعمول في البيت وبدون سكر، لأن أصلا عصير الفواكه فيه سكر الفواكه اللي هو سكر الفركتوز. مش هقولكوا نمنع الحلويات، لا، ناخد قطعة متوسطة من الحلويات، يعني بلاش ناخد نص الصينية. وكل الأكل والحاجات اللي أنا قلت عليها دي تبقى من الفطار للسحور، مش كله مرة واحدة في الفطار. وكمان مهم جدا في الفترة من الفطار للسحور إن احنا نشرب مية كل ساعة. نيجي على السحور، نتسحر بقى قبل الفجر على طول، يعني نأخر السحور. كمان ما نزودش نشويات عشان السكر ما يعلاش فجأة ويفضل منخفض طول اليوم، وما ناكلش حلويات في السحور. ناكل رغيف عيش بلدي أو رغيفين سن أو توست بالحبوب الكاملة، وهكذا ناكل النشويات اللي فيها ألياف أو النشويات المعقدة اللي بقول عليها كل حلقة. وكمان نزود الخضار ونشرب سوائل كويس، وناكل زبادي وبيض وفول، ويا سلام لو الفول بزيت الزيتون أو الزيت الحار بيبقى ممتاز. البروتينات بتدي إحساس كويس جدا بالشبع لعدة ساعات.
بلاش مشروبات سكرية، لو مشروب دافي نشربه بدون سكر. ممكن ناكل موزة أو شوية مكسرات أو تمر عشان يدينا بوتاسيوم ويقلل الإحساس بالعطش. كمان بلاش خالص ناكل مقليات وحار وحوادق على السحور، يعني المخلل نقلله في الفطار وبلاش منه خالص في السحور. تالت حاجة عاوزاكوا تعملوها في الشهر الفضيل إننا نتابع قياس السكر خلال اليوم عشان ما نتفاجئش بعلو السكر أو هبوطه مرة واحدة. كمان لو حسيتوا بأي أعراض شديدة لانخفاض السكر لازم تفطروا عشان ما تدخلوش في غيبوبة سكر. وبلاش النوم الفترة اللي هي بعد العصر وقبل المغرب دي عشان لا قدر الله ما ندخلش في غيبوبة سكر ومحدش حاسس بينا. ربنا يحفظكم جميعا. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رمضان، في ميعادنا إن شاء الله بكرة الساعة 1 الظهر على راديو انطلاقة. كان معاكم دكتورة غادة عليوة. دمتم بخير وصحة. مع السلامة.